السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، بس جايلكم المرة دي بفيديو كله حماس وكله نشاط يعني اللي عندها حاجة في مطبخها متكركبة هتقوم بعد الفيديو ده تعملها على طول. انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ما كنتش قاعدة في شقتي، كنت قاعدة عند والدتي ولسه راجعة يعني الشقة. فدخلت بقى على المطبخ كده، قلت ما اغسل بقى كل الاطباق وكل الكوبايات وكل الكاسات وكل الحاجات اللي مركونة دي، لان لقيتها كلها تراب. فقلت اغسلها بقى كده وارصها من تاني، رصة جديدة كده تدي شكل جديد. وبدأت بقى ان انا بدأت بالضلفة اللي هي بتبقى فوق الحوض على طول. دي الضلفة عندي اللي فوق الحوض، حاطة فيها الأطباق اللي أنا بستخدمها على طول. وحاطة فيها كوباية الشاي اللي أنا بستخدمها على طول، وكوباية العصير اللي أنا بستخدمها على طول. يعني الحاجات اللي أنا بستخدمها على طول باستمرار حطاها في الضلفة اللي فوق الحوض دي زي ما هتشوفوا كده. ده الطقم البورسلين بتاعي، بستخدمه على طول في الغرف وكده. ودي كوباية العصير، وجنبهم حطيت كوباية الشاي، وظبطت الضلفة دي كده وقفلتها و... وبدأت بقى ان انا بعد كده اعمل الضلفتين التانيين. هما اصلا الضلفتين التانيين دولت يعتبروا زي نيش كده في المطبخ. يعني هما ازاز يعني اللي جواهم زي عرض كده. طبعا المطبخ بالذات لازم تكون ايدك فيه على طول، حتى الدولة المقفولة اللي انت بتستخدمهاش، حتى لو طقم كاسات ركناه في جنبه ما بتستخدمهوش. بس مش في العلبة بتاعته، يعني خلاص يعتبر معروض، لازم تغسليه ولازم تملي ايدك في الحاجة خاصة في المطبخ. حاجة مركونة بتستخدميهاش، ابدأي ان انتي طلعيها وشوفيها، وشوفي لو هتحتاجيها ولا لأ. يعني مش تخشي المطبخ وتخرجي منه كده، واللي مركون مركون واللي مقفول مقفول واللي مفتوح مفتوح. لا، حاولي كل ما تيجي تدخلي المطبخ ترتبي كده الضلف بالترتيب وتمشي فيهم ضلفة ضلفة. ضلفة التوابل، ضلفة اللي انت حاطة فيها الحاجات اللي بتاعة المشروبات، ضلفة حاطة فيها التيفال، ضلفة حاطة فيها الألمونيا، ضلفة حاطة فيها الستيل، ضلفة حاطة فيها الحاجات البلاستيك بتاعتك، ضلفة فيها الأجهزة. انا عامله كل ضلفه كده، وكل فتره ببدا ان انا افتح ضلفه امسحها وانضفها من جوه، ولو في حاجه عايزه ترصي فيها برصها، فيفضل المطبخ بتاعك على طول نظيف. لو انت عملتي كده هتلاقي ان المطبخ بتاعك ما بياخدش منك وقت. يعني مثلا دخلت عيد تلاقي المطبخ بتاعك ما بياخدش منك وقت. عندك ظرف رمضان مش عارفه ايه، تلاقي المطبخ بتاعك تمام نضيف ما بياخدش منك وقت، تبقي عارفه كل حاجه فيه، فبتحسي ان انت يعني ملكه كده في مطبخك. هنا بقى كنت بدأت اجيب كل الكوبايات وكل الحاجات اللي معروضة في دولة النيش دي، عشان خاطر اغسلها كلها. بصراحة هي كانت شكل قبل الغسيل، انا كنت مفكرة ان هي نظيفة، بس كانت شكل قبل الغسيل وبعد الغسيل يعني ما شاء الله بانت لمعتها، تحس ان هي كانت مطفية كده، بانت لمعتها وتبصلها كده تحسي بالنظافة يعني. ما شاء الله فعلا الواحد يعني، انا لان انا ما كنتش موجوده في شقتي فكانت كل حاجه يعني بايظه. فبدأت بقى ان انا ارجع وارجع بقوه كمان. يعني كل حاجه انا ما كنتش بهتم بيها قبل ما امشي، بدأت ان انا اهتم بيها، وبدأت اخد بالي من كل التفاصيل واخد بالي من كل صغيره وكبيره. وبدأت ان انا المكان اللي ادخله لازم اسيب فيه علامه. يعني ايه اسيب فيه علامه؟ يعني اعمل تجديد ولو بسيط، ولو بمفرش ترابيزه حتى. ده مديني احساس بالراحة، يعني اللي انا بعمله ده. غسلت بقى كل الكوبايات وكل الكاسات، كنت ماسكة يعني كان يعتبر قلبي على ايدي وانا بشتغل في الحاجات دي، لان الحاجات دي كلها كاسات وكلها ازاز وكلها صواني غالية وحاجة يعني صعبة. فالحمد لله ان ربنا قدرني، وان انا قدرت اغسل الحاجات دي كلها من غير ما اكسر حاجة. يعني الحمد لله ربنا يستر. دايما خلي فيه على لسانك دعاء، ان ربنا دايما يرزقك، حتى لو انت بتشتغليش، دايما ادعي ان ربنا يرزقك. دايما قولي يا رب، اللهم ان كان رزقي في الارض فاخرج، وان كان في السماء فانزل، وان كان بعيدا فقربه، وان كان قريبا
فكثره، يعني خليه كتير، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب العالمين. دايما خلي الدعاء ده على لسانك، ودايما قوليه وانت قلبك صافي، وانت قلبك يعني خاشع لربنا بجد. اي دعاء بتقوليه لما بيبقى طالع من قلبك بخشوع، وبتبقي متيقنة في ربنا ان هو هيستجيب ليكي، بجد بجد مفيش دعوة هتدعيها غير وهتستجاب. بس اهم حاجة في الموضوع ان انت يكون في قلبك يقين. لو انت في قلبك يقين، اي دعوة دي هتتحقق. ربنا ما بيخيبش ظن حد ابدا، و... وكل ربنا بيجيبه خير. انا يعتبر لسه خارجة، مفيش حاجة بسيطة من تجربة مؤلمة جدا، بس انا مقتنعة جوايا ان ربنا ما بيجيبش لحد حاجة وحشة. حتى لو جاب لي حاجة انا دلوقتي مش حباها، او شايفة ان هي او اني ما استاهلهاش، او ان هي حاجة يعني فوق طاقتي، بس دايما في حاجة جوايا بتقولي ارضي، وفي حاجة جوايا بتقولي ربنا ما بيجيبلكيش حاجة وحشة، ربنا عامل لك ده مخصوص عشان خاطر ليه حكمة بعد كده ممكن تعرفيها. فيعني الواحد والله لو ما عندوش يقين بربنا، كان كان زمان الواحد قلبه ده في حتة تانية خالص يعني. الحمد لله، هو ربنا طبعا الهداية من عند ربنا، الهداية مش شطارة منك، ولا مش عشان بتقرأي قرآن، ولا عشان بتقري الأذكار. الهداية من ربنا، وان ربنا يذكرك بقراءة القرآن، ده ربنا اللي عايزك تلجئي له، وربنا اللي عايزك تروحي له، وهو ربنا اللي عايزك تذكريه. دي الكاسات المفتوحة قوي دي، المفروض ان هي يعني الدايرة بتاعتها واسعة. المفروض ان هي كاسات جيلي او مهلبية، اللي هو الحاجات يعني اللي بتتعمل دي، مش كاسات للشرب يعني، لان هي واسعة قوي. دي صواني بس، مش فاكرة وانا بجيبها الراجل كان قال اسمها ايه، صواني ايه، آه اركو بايركس، مش عارفة. هي كانت حاجة، بس هي ازاز يعني لو وقعت بتتكسر بس طبعا عليها رسم ديجيتال. دي كاسات بقى عادية بتاعت الشرب. بجد 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 الضلفتين بتوع النيش اللي عندي في المطبخ، قبل وبعد حاجة تانية خالص، هتشوفها في اخر الفيديو. قبل وبعد، قبل وبعد يعني، ما شاء الله حاجة مختلفة جدا. الواحد برضو لما بيتقن العمل اللي في ايده، ربنا يعني ربنا بيديله برضو، بيفتح عليه. دايما خلي ايدك في بيتك. مش لو عندك اطفال ولا حاجة، اللي يروح الحضانة، واللي يروح درس، واللي يروح مدرسة، وانت تفضلي قاعدة زي ما انت. يعني انا بشوف في ستات كتير يعني، مش من بعيد، من حواليا، آه، ولادها يخرجوا او يروحوا مكان، او انه البيت فاضي مفيهوش حد، وهي قاعدة محلك سر ماسكة التليفون وقاعدة، او بتعمل حاجة تافهة ملهاش قيمة. هي الراحة مطلوبة، بس مش على طول كده. يعني قومي اتحركي، شوف شقتك محتاجة ايه، طلعي هوي، طلعي فرشك في الشمس يعني. خليكي دايما متحركة كده، وكل حتة في بيتك زي ما يقولوا بتتنفس. اللي انا دلوقتي بعمله ان كل حتة في شقتي، وكل حتة انا بروح عليها بغير فيها حاجة، عشان يبقى كل حتة في البيت ده متعوب عليها، كل حتة شافت مني اهتمام، وكل حتة شافت مني تعب، وكل حتة يعني عملتي فيها مجهود عشان خاطر تطلع بالشكل ده. ما هو انت لو ما عملتيش في كل حتة مجهود، هيبقى بيتك عادي واقل من العادي. لكن البيت الواو هو ده اللي كل حتة فيه بيبقى متعوب عليها. من مين؟ مش من اي حد، من صاحبة البيت. هو عبء وجهد وكل حاجة، بس دايما كافئي نفسك. دايما اعملي الحاجة واليوم اللي بعده ريحي، مفيش مشكلة. اعملي الحاجة وقولي انا هجيب مثلا الشوكولاتة اللي انا نفسي فيها. اعملي الحاجة وقولي انا هشرب المشروب اللي بحبه. اعملي الحاجة ودايما كافئي نفسك وراها. وطالما انتي عارفة حياتك ماشية ازاي، وعارفة اولك ايه واخرك ايه، اذا انتي ست بيت ما بتشتغليش، نظمي حياتك في بيتك لولادك ولبيتك ولجوزك وللبسك ولاهتمامك بنفسك ونظافتك. يعني انت اعملي زي جدول كده لنفسك، بس مش بورقة وقلم بقى زي ما بنشوف، لا، في دماغك كده شوفي اللي انت محتاجاه النهارده اعمليه. ولو انت موظفة او عاملة، ربنا يقدرك برضو.
برضو بعد الشغل بيتك له أولوية برضو، مش نروح نشتغل ونسيب بقى بيتنا وحياتنا وولادنا، برضو ما ينفعش. هتشتغلي اشتغلي، مفيش مشكلة، بس برضو لازم يكون بيتك له أولوية. خلاص خلصنا الشغل يبقى بيتنا له أولوية. هنا بقى كنت بدأت ان انا ارص. دي طبعا كلها كاسات، يعني كاسات يعني كاسات مش يعني ايه، في كاسات تانية للاستخدام وفي كاسات جاية زي تحف كده. دي اللي هي إيه، انا ما جبتش طقم خشاف، بس جبت الكاسات دي. يتحط فيها كوكتيل، يتحط فيها مهلبية، يتحط فيها جيلي، يتحط فيها كريم كراميل، اي حاجة يعني. هي بس فكرة ان هي كاسات مش اطباق. جربت احط جنبها الكوبايات الصغيرة دي، بس طلعت مش لطيفة، فغيرتها يعني، عملت شكل تاني. دلوقتي هتشوفوه، حطيت اللي هي الكوبايات اللي هي المدورة دي، لقيتها مدية شكل جمالي اكتر. طبعا يعني كل ده واقفة، وكمان غسلت كل حاجة وحطيتها تنشف، وبعد كده نشفتها تاني بفوطة عشان الحاجات طبعا ما تدخلش الدولاب مبلولة. و... وكل ده واقفة قاعدة اشيل واحط، لا هنا نافع لا هنا مش نافع. فكان يعني مجهود اوفر اوفر اوفر، بس كان لازم اعمل كده. كان لازم اعمل كده علشان انا من النوع اللي لما بيجي يعمل حاجة بيبقى عندي حاجة مترتبة على حاجة. يعني ما ينفعش ان انا اظبط الشقة كلها واخلصها وافرشها وكده، وارجع تاني اشيل، وبعد كده اعمل اغسل بقى وارجع ارص، وبعد كده ارجع انضف تاني وافرش تاني. يعني بتبقى حاجة مترتبة على حاجة، فعشان كده يعني عملت ده كله في يوم واحد، وكان صعب بصراحة. إيه برضو هنا برضو غيرت الرص اكتر من مرة، لان يعني بالنظر كده في حاجات تلاقي عينيكي مرتاحة، وفي حاجات تانية تلاقي ان لا، في حاجة غلط. طبعا طقم القهوة ده كان على حامل، وكنت حاطة الحامل بحاله بالفناجين بالاطباق، الحامل بحاله كله في قلب الضلفة. دي اول مرة ان انا افضيه من الحامل وارصه كده، دي اول مرة يعني بعد 4 سنين جواز. بعد 4 سنين جواز قلت بقى لما ابص كده اشوف ايه اللي عايز يتغير.